السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم عليكم، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج رمضان مش زي ما أنت فاكر. أكتر غلطة بتخلي الناس تتعب في الصيام مش قلة الأكل ولا المية، الغلطة الحقيقية بتحصل في أول ساعة بعد الفطار وفي آخر ساعة قبل الفجر. ناس كتيرة أول ما يأذن الفجر بتخش على الأكل مرة واحدة، فبتحس بتعب وخمول، وتحس إنها عايزة تنام، ولما بتصحى من النوم بتحس إنها جعانة جدا وتقول يا ده الصيام تعبني النهارده. المشكلة ما بتبقاش في الصيام، المشكلة إن جسمك كان صايم طول اليوم وأنت دخّلت عليه مرّة واحدة بالأكل. عشان كده مفترض إن إحنا في أول ما المغرب يأدّن نبدأ نتناول شوية مَيّة قليلة أو شوية شوربة، وناكل بلح. كده إحنا هيّئنا المعدة، وبعد كده نبدأ إن إحنا ناكل أكل متوازن. طبعًا يُفضّل إن بعد الفطار الأكل يبقى عبارة عن بروتينات، ويكون في سلطة خضرا، وهنقلل من المقليات حلويات اليومية. ممارسة رياضة مهمة جدًا في رمضان، أو الحركة بعد الفطار مهمة جدًا، لإن ديّة بتساعد على إنها تحرّك الأكل، وبتساعد على هضم الأكل اللي إحنا كلناه. وطبعًا أفضل حركة ممكن إن إحنا نمارسها هي ممارسة العبادات والصلوات. ويمكن صلاة التراويح مش بس هتقرّبك من ربنا، لأ هتحافظ على نشاطك ولياقتك طول اليوم. نيجي بقى للسحور، ودي الغلطة التانية. في ناس كتير بتاكل أكل كتير في السحور، بتقول علشان مش هاجوع، بس للأسف هو بيصحى من النوم عطشان وجعان، وده بسبب إن السحور مش محتاج أكل كتير، محتاج أكل يخلّيك تبقى شبعان بهدوء طول اليوم. وده يتحقق لو إحنا قدرنا إن إحنا ناكل في السحور أكل بيتهضم ببطء ويشبع بهدوء، زي الفول وزي البيض وزي الزبادي، ومعاه كمان أكلات تحافظ على استقرار الشبع ده، زي السلطة الخضرا وزي العيش. كده وطبعًا هنبعد عن الأكل المالح والحراق، لإن ده هيحسسنا بالعطش والجوع طول اليوم. الخلاصة إن رمضان مش محتاج أكل كتير، رمضان محتاج إن إحنا ناكل أكل صحّي، وناكل بالطريقة الصحية والصحيحة، وده اللي هنتعلمه سوا طول الشهر في برنامج رمضان مش زي ما أنت فاكر. آمم ودايمًا خليكم فاكرين إن الصحة والجمال كلمتين لجملة واحدة، ولا يمكن يبقوا اتنين. باحبكم.